بص، انا ارتبطت باكتر من 5 بنات رسمي. في منهم الجميلة والوحشة، الرفيعة والتخينة، الطويلة والقصيرة، الجميلة والوحشة، المتدينة والغير متدينة. اكتشفت ان كلهم نفس الصنف، وان مفيش حاجة اسمها مناسبة ليك. الموضوع ان القوامة للراجل، وانت اللي تقدر تخلي اي ست تعمل اللي انت عايزه. وان كلهم بيفهموا في الجنس وصيع بس مش بيبينوا. وده معناه ان الراجل بيختار اللي تعجبه وتملى عينه وتقيد فيه شرارة علشان ينتج في الارض. انما جو الروح اهم من الشكل وكله بيعجز والجمال بيروح، دي خرافات. اللي اكتشفته مش بسيط، لاني مش بتكلم عن تجارب عاطفية انا مريت بيها، انا بتكلم عن قانون انساني في العلاقات. ان الراجل لما يكون هو القائد فعلا، اي علاقة بتتوازن وتنجح، والعكس تماما لو فقد القيادة او بقى مفعول بيه. خليني بقى احلل لك الكلام ده بشكل برمجي بشري. مفيش ست مناسبة او مش مناسبة، في راجل عنده طاقة قيادة يقدر يشكل العلاقة زي ما هو عايزه. كل الستات عندهم نفس الخامات البشرية، مش ملايكة ولا شياطين. الفارق هو الراجل اللي معاهم بيطلع منهم ايه. القوامة مش تسلط، القوامة نظام تشغيل. الراجل بيقود بالعقل والثقة، بالثبات مش بالصوت العالي. كلهم فاهمين في الجنس بس بيخبوه لحد ما يحسوا بالأمان والسيطرة العاطفية.